هو انت ازاي دكتور وبتشرب سجاير؟ هو انت ازاي معالج نفسي وعندك مشاكل؟ هو انت ازاي اخصائي تربية وبتتنرفز على ولادك؟ هو انت ازاي مدرس وما بتذاكرش لعيالك؟ لو بتفكر بالطريقة دي كمل معانا الفيديو ده للآخر. واحنا صغيرين كنا بننظر للأب والأم نظرة ان هما بيقدروا يعملوا كل حاجة، مفيش اي حاجة ما بيعرفوش يعملوها، لان على الاقل الاحتياجات الجسدية بتاعتنا من اكل وشرب ونوم وملابس بنلبسها ومكان بنعيش فيه، كل الحاجات دي الاب والام بيوفروها، فبالتالي احنا بننظر ليهم انهم يعني قادرين على كل شيء، بيقدروا يعملوا اي حاجة. تمام. بعد كده لما بنبدأ نتعامل مع مدرسين سيان في الحضانة او في المدرسة، بنبدأ نشوف برضو ان المدرس ده يعني عارف كل حاجة في العالم، وبيفضل الاعتقاد ده في دماغنا مدة طويلة. ولو احنا في بيئة بتدعم النقد المستمر، فبيفضل دايما عندنا شعور بالنقص، وبيفضل جوانا تجاه الشخص الاكبر مننا نظرة كده ان هو يعني ما بيغلطش، ان هو يعني ما فيش عنده خطأ، هو دايما ماشي كده عنده كل حاجة وعارف كل حاجة ومفيش منه اتنين يعني. طبعا الفكرة دي بتفضل مستمرة جوانا لو احنا ما انتبهناش ليها، فبالتالي بنفقد الشخص ده انسانيته. الاب والام والمعلم والطبيب واي حد في العالم هو انسان في الاول وفي الاخر، يعني بيمر باحباطات وبيمر بمشاكل وبيمر بتغيير وبتتقلب عليه الاحوال. هل ده معناه ان انا اكون معالج نفسي وحياتي خربانة، حياتي الشخصية كلها ضايعة وعمال اعالج في الناس؟ مفيش حاجة اسمها كده، لان انت في البداية اصلا بتكون بتقدم طاقة معينة للشخص اللي قدامك، فبتحتاج تكون على درجة معينة من التشافي. مش بقول هنا انك بتكون متشافي 100%، لانه تقريبا مفيش حاجة اسمها كده اصلا، بس على الاقل بتكون على درجة اتزان معينة. كل القصة ان المعالج ده هو بيقدر يدير حياته بشكل ما، وبيمتلك ادوات بيدير بيها حياته وبيساعدك تدير حياتك انت كمان. هل الطبيب بيقوم بقى من النوم يعمل رياضة وياكل اكل صحي ويحافظ على صحته جدا؟ لا، هو انسان وبيشتغل طبيب، هو انسان وبيشتغل معالج، هو انسان وبيشتغل معلم، هو انسان وجزء من هويته ان هو اب او ان هي ام. فبالتالي مفيش حاجة اسمها انك تحط فكرة كمالية معينة عن شخص وتفضل بقى تقول للناس ان ايه، ما تغلطش، اصل انت ممكن تكون قدوة لفلان. وانا مالي؟ انا مالي قدوة لفلان؟ هو حر. مش المفروض اصلا ان انا اخد شخص كده كله على بعضه قدوة؟ انا باخد من كل شخص الجانب اللي يعجبني، لكن انا انسى انسانيتي وامشي كده كده عشان خاطر ممكن اكون قدوة لفلان، وعلشان خاطر فلان لو شافني بغلط او عندي مشكلة او عندي كذا، ساعتها فلان ده ممكن يتحطم ويتأذي نفسيا ومش عارف ايه. دي تبقى مشكلته هو، ان هو مش بينظر لي كإنسان. انا انسان ومن حقي ان انا امر باحباطات وامر بمشاكل. وفي فيديو بتكلم فيه عن قانون الايقاع، ان كلنا عاملين يعني شبه الموجة كده، ان احنا بنطلع وبننزل. مشكلة الفكر ده لو هو موجود عندك انه بيخليك مع الوقت بشكل غير واعي انك بتشعر بالنقص، لانك كده بتنظر لناس ان هم ما بيغلطوش، والناس اللي مش بيغلطوا دول مش موجودين اصلا. انت بس راسم صورة ما وهمية في عقلك ان هم يعني مفيش عندهم خطأ. ركز معايا كويس قوي، لو حد منهم اخطأ او وقع في مشكلة انت بتتصدم. انت هنا مش مصدوم في الشخص، انت هنا مصدوم في الصورة المثالية اللي انت حطيتها للشخص ده، لكن انت مش مصدوم في الشخص نفسه. تمام؟ لان احنا بشر. فالفكر ده مش هيساعدك ابدا انك تشعر بالقيمة بتاعتك. لا، كلنا بشر بنصيب وبنخطئ، كلنا بشر بنطلع وبننزل، ايا كان الشخص ده هو يعني بيشتغل ايه او وظيفته ايه، او انت معتقد عنه انه اللايف ستايل بتاعه عامل ازاي. فبالتالي تعرف ان الحاجات دي هي مهنة وليست حياة، وتعرف ان انت كإنسان عليك انك تقبل انسانيتك وتقبل الخطأ. ولو انت كنت بتتعرض دايما للنقد في طفولتك، على الاقل ما تكملش ده مع نفسك. يعني مش خلاص الناس اللي كانوا بينتقدوك بطلوا ينتقدوك، او انت غيرت البيئة بتاعتك او ايا كان، تفضل انت اللي تنتقد في نفسك وتنتقد في الناس اللي حواليك؟ لا، من حقك ان انت تعيش انسانيتك، من حقك ان انت تغلط. ربنا سبحانه وتعالى قال وهديناه النجدين، مديك الطريقين، انت اختار اللي انت عايزه. ولو الفيديو ده لمس قلبك شاركه مع غيرك.